بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الفل، مساء جبر الخواطر عليكم. حد فاكر المحل ده بتاع ايه؟ المحل ده كان بيبيع ايه ولا بيشتغل في ايه؟ طب كان بيعمل ايه؟ يلا الناس تجمع كده وتصلوا بينا على رسول الله، ونبدأ كده اللايف بتاعنا بالصلاة على النبي. نتفرج بقى كده، يلا نتفرج كده على الخير اللي بينزل ده، وبسم الله ما شاء الله على الحاجة ديت. اللهم صل على النبي. الناس تحضر كده معايا وتتفرج على الخيرات بتاعت ربنا عن طريق الراجل المحترم الجميل ده. السلام عليكم. لسه اول وش اهو، اول وش ده طحينه ما شاء الله على ابوها. فاهمين يعني ايه طحينه على ابوها؟ طحينه كده نازله بالسمسم بتاعها المتحمص. محدش يقول لي السمسم فيه حاجه، السمسم ده اللي فيه ده اللي هو السمسم المتحمص شويه، لكن كله سمسم متنقي ونضيف. الاستاذ ادم من محل طبيعي اللي كانت الناس بتتهافت عليه، واللهم صل على النبي. الناس عرفته واعجبت جدا 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 بمنتجاته. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ الناس تجمع كده وتصلي على رسول الله في الكومنتات. صلي على رسول الله يا عم ادم، صلي على النبي. يلا كده نفرجكم على بقيه الحاجه على ما شويه الطحينه يخلصوا. تمام، جايب لكم بقى حاجات جديده النهارده خالص خالص خالص. ده جنزبيل بالعسل، اختراع الاستاذ ادم. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بصوا كده، وجايبين لكم تاني حاجه تانيه جميله جديده، عسل اسود اهو. ده غير العسل النحل اللي عنده، ده عسل النجعاوي. ايوه اسمه عسل النجعاوي. عناية يا عم يحيى، مساء الفل يا عم يحيى. يلا هتكسب معانا في اللايف النهارده. ادم ده الراجل الجميل ده هيعمل لكم مسابقه ويكسب الناس، هيكسب ناس من عندنا، والناس تيجي كده وتتفرج على الحاجه الجميله المحترمه، وتصلوا بينا على رسول الله كده وتقولوا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. عنده الموارد، عنده خل التفاح، عنده بقى الصويا صوص ودبس الرمان، عنده المفتقه لزوم الشتاء والجمال والحلاوه، الجو الساقعه بقى اللي بيحتاج بقى زبده الفول السوداني والمفتقه. بصوا المفتقه على وشها مكسرات قد ايه وسمسم. عنده دبس تمر للناس اللي هم عندهم فقر دم، وعنده براويز شمع عسل. هتقولي لي ايه براويز شمع عسل ده؟ هقول لكم تعالى 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 يا ادم، يا شيخ ادم تعالى، بارك الله فيك يا اخي. تعالى فرج الناس على برواز الشمع كده، والاول ترحب بالناس. انا جبت لك المايك مخصوص اهو عشان الناس بتقول لك الصوت بيبقى ضعيف. يلا ها صلي على النبي كده وسلم على الناس. يلا انا معاك اهو، يلا اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. ابتسامتك جميله وحاجتك جميله، وسلم على الناس. يلا يلا نقول لهم كده السلام عليكم، سلم عليهم كده. ازيكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وان شاء الله يكون لايف كده مشرف ان شاء الله، وهوريكم بعض المنتجات اللي تمت اضافتها في المحل عندنا بفضل الله، من الفرق بيننا وبين الفيديو دوت والفيديو الاول ان شاء الله. الفيديوهات اللي قبل كده، احنا قبل كده كنا عاملين فيديوهات وحاجات كده مع بعض جميله، كان فيها بقى جبنه وفيها عسل وفيها وفيها وفيها. المره دي الموضوع مختلف وجديد. اللهم صل على النبي. لا انا لا ما ينفعش معايا شغل انا عايز يا باشا الحاجه كده واطلع وافتح بايدي وافرج الناس واقول للناس تشوف وايه، وربنا يبارك كده. عنده الحلاوه طبعا، على ما يفتح كده هيفتح لكم الكنز. يلا اجهزوا كده عشان تتفرجوا على الكنز. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ده برواز شمع
بالعسل بتاعه بخيره بحاله بمحتاله. سيب التليفون ده كده. زي ما قلت لكم الشيخ ادم متوتر بس شويه، ففرجنا كده برواز كده وفرج الناس. ويلا بقى اتكلم وقول لنا ده ايه. بفضل الله ده شمع العسل، المعلقه منه الصبح على الريق، ممتازه جدا لمشاكل الجيوب الانفيه وكده ودي التنفس. علق المايك وفرج الناس كده بالراحه. والله ما شاء الله تقيل 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 تقيل. اللهم بارك، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ده شمع العسل. هو بقى من عادته كان بيجيب ايه؟ برواز 2، لكن اللهم صل على النبي الموضوع مختلف معاه تماما. جايب المره دي بصوا بقى كده، جايب بقى ما شاء الله. كام برواز دول يا شيخنا؟ طبيعي البوكس بيبقى فيه 10 براويز. بفضل الله ممتاز جدا. ده دلوقتي انا لو دوست عليه كده هينزل شمع، هينزل عسل، هينزل عسل قصدي. بس كفايه كفايه العسل الجميل ده. ده تخزين السنه كلها برضه بفضل الله، لان للاسف بقيه الموسم انت لو ما جبتش خزين السنه بتاعك في الموسم بتاع البرسيم او الموالح او كده، بقيه الموسم بتلاقي النحل الموجود فيه كله صناعي. احنا عايزينك بس ثواني، انت هتاخدنا على بره ليه؟ طب يلا نشوف المكنه. يلا هيحط اهو السمسم بقى كده، الناس تتفرج كده. صلوا على النبي كده، صلوا على النبي. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. بصوا الخير، بصوا الجمال. طحينه يعني. يلا نكمل بقيه العسل يا معلم. يلا يا عسل. فالواحد لو ما خزنش شمع عسل في الموسم بتاعه او عسل نحل في الموسم بتاعه بيقعد طول الموسم بيجيب من تجار. الواحد لما بيجيب من تاجر طبعا في تاجر بيبقى النحل بتاعه. انت بتقفل ليه؟ انا لسه ما شفناش البرواز. في ناس دخلت وما شافتش البرواز. في ناس بتبقى المناحل بتاعتها قليله وكده، فبيسموه ده، فبيبقى العسل بتاعهم كله يعني صناعي او كده. هو شمع العسل نفس النظام. ارفع كده بقى البرواز كده، فرجهم عليه. ده كده بعسله بحاله بماله اهو ما شاء الله. اللهم بارك. ده ايه ده لسه فيه عسل اهو. تمام ماشي. اللهم صل على النبي. اشكال كتير طبعا ببيع بالوزن بالمناسبه. مش البرواز على بعضه، عشان في بعض الناس بتقول لي يعني انت هتلبسني في البرواز كامل؟ لا، هو انت هتيجي تطلب ربع كيلو نص كيلو من اول ربع ان شاء الله. بتقطعوا له كده عادي؟ بتقطع مربعات في اطباق كده، معاهم طبعا عسل من فوق عشان يحفظوا، لان ما ينفعش يتسلق كده من غير عسل. جميل جدا جدا جدا. طبعا ايه بقى يعني اهميته وايه؟ السلام عليكم. ايه فايده شمع العسل؟ ممتاز جدا جدا للجيوب الانفيه. بعض الناس بتبقى عندها تنفس، مشاكل في الجيوب الانفيه، ربنا يبارك. هو اقوى علاج الجيوب الانفيه هو شمع العسل. الاستمرار عليه قطعه بس منه على الريق افضل حاجه. دايما بنقول العسل النحل او الحاجات الطبيعيه على الريق، لان بيبقى لسه الواحد برضه ما دخلتش اي اكله او اي مصنعات، فبيبقى الحاجه بتخش على المعده على طول، فهيتها بتخش في الجسم. يعني يتاخد منه قطع الصبح يوميا كده على الريق. بفضل الله مشاكل في الجيوب الانفيه، في التنفس، كل ده بفضل الله يروح ان شاء الله. جميل جدا جدا ما شاء الله. بس. يلا فرجنا على بقيه المنتجات كده يا شيخنا. عندي طبعا في حلاوه طحينيه، الناس عارفه اللي جربوا اوردرات من اكتر من شهر كده. عندي في حلاوه طحينيه. انت الاول الدنيا معاك عامله ايه من ساعه ما الفيديوهات بتاعتك الناس شافتها وعرفتها؟ لا ربنا يبارك. ما تقعدش تتكسف وتتكلم بصراحه. ربنا يبارك، ربنا يبارك فيك. هو شاسع، ربنا يبارك. عرفت الناس كده محترمه زي الاستاذ حميد، ربنا يبارك. هو انا بقول لك ايه عشان تقول لي استاذ حميدو؟ انا بقول لك اتكلم. الحقيقه تسال برضه. ناس من حدائق القبه كتير، ربنا يبارك، من العبور، من التجمع، ناس راقيه جدا، ربنا يبارك. حاجه عاليه جدا يعني. فزودت في الحلاوه الطحينيه، طلبت مني انواع منها. يعني 120 عندي درجه ب 120 جنيه طحينه سمسم صافي، برضو عندي درجه ب 150 برضو سمسم صافي، عندي حاجه ب 180 برضو بيور. انواع في الحلاوه الطحينيه دي بتختلف، نسبه السكر فيها قد ايه كده. العجنه بتاعتها على حسب الاختلاف، على حسب السكر، على حسب سعرها برضو. في الاول وفي الاخر بحدد سعرها على حسب نسبه السكر فيها والمواد اللي بتتحط فيها وكده. ايوه بسم الله ما شاء الله. بس بصوا كده معايا ما شاء الله. دي ام كام دي؟ دي ب 120 بس حلوه والله. ربنا يبارك. انا شغال بيها بقالي اكتر من 10 سنين. فيها مكسرات سوداني. وفي الساده منها، لان في ناس ما بتحبش السوداني، عندها انيميا الفول او عندها مشاكل في موضوع السوداني، ففي ناس ما بتحبش موضوع السوداني ده خالص. فبعمل منها ساده برضه. زائد في ب 150 بس دي خلصانه، وفي الدرجه الاعلى اللي هي ب 180 دي اللي انا ابيعها وانا حاطط رجل على رجل زي ما بيقولوا. ايوه
دي بفضل الله انا عايز اقول لكم الكيلو بتاعها 180 جنيه بس حلاوه طحينيه تريح، فاهم قصدي؟ كطعمها ربنا يبارك قوي جدا، الطحينه فيها سمسم صافي بدون قطره، لا مختلفه جدا جدا عن اي حلاوه طحينيه هتدوقها. مش عايز اقارن بينها وبين اي حلاوه ثانيه، لكن هي بفضل الله انتوا هتدوقها وتعرفوا الفرق بين الحلاوه ديت واي حلاوه ثانيه تجيبوها من اي حد، سواء من سوبر ماركت، من سرجه، من اي حد. فاجئتنا بقى ببقيه الحاجه، عايزين نشوف بقيه المنتجات. تعالى بقى فرج الناس على بقيه المنتجات يا شيخ ادم. يلا اقفل بقى كده على البراويز بتاعتك. غير شمع العسل برضه بفضل الله موفرين تمور القصيم عندنا باستمرار، تمور القصيم السعودي عندنا باستمرار بتطلب مننا الناس بتقول لك عايزين ربعين شمع عسل وعايزين عينيا طلباتنا والناس اللي جايه من طلب حميد وتخلي بالك منهم. اكيد والله عينيا اهو حلف لكم اهو وقال لكم انا مستعد. الرقم برضه هيتساب ان شاء الله في تحت اللايف على طول مباشره، هو صفحه الفيس بتاعت المحل ان شاء الله. واي اوردر بينطلب بيوصلك من 24 ساعه 48 ساعه، ممكن نتاخر عليك في الطلب عادي عشان بس في نقص في شركات الشحن وكده. وقول لهم مكانك فين برضه، يلا عرف الناس كده مكانك فين. العنوان في القاهره مدينه السلام، ميدان اسكندريه جنب كابري محمد عبد. اكيد عارفين كلكم الليمبي، يخش الليمبي الناحيه الثانيه. ما شاء الله. الناحيه الثانيه. ما شاء الله ما شاء الله. تمام ماشي. نفرج بقى الناس على بقيه الحاجات اللي انت حبيت تفاجئنا بيها وبتقول لنا تعالى يا حميدو انا عندي مفاجآت للناس. اهمهم طبعا بفضل الله الجنزبيل بالعسل اللي جه في اول لايف دوت، ربنا يبارك. ده جنزبيل فريش معمول على شكل مربى بالعسل. نص معلقه منه على كوبايه ميه سخنه او لبن. حكايه. ده جنزبيل بالعسل فريش، ده فريش يعني فريش يعني اخضر بدون قطره مواد حافظه على فكره، ربنا يبارك. قوي. هو ما هو الا جنزبيل وعسل بس، ممتاز جدا لجيوب لضيق التنفس وكده. تمام. ليه فوائد كتير طبعا ومنافع كتير. بيطرد البلغم من على الصدر بس مش هيبقى حامي كده عشان فريش وتقيل على الواحد. نص معلقه منه بس على كوبايه ميه سخنه او لبن. هيطرد البلغم من على الصدر وهنشرب ولا سكر ولا حاجه عشان في عسل بدون اي تحليه. طب يلا نشوف الطحينه كده عشان الطحينه خلاص تقريبا السمسم قرب يخلص. ما شاء الله. الكيلو بتاعها بكام ده دلوقتي يا ادم؟ الطحينه البيور النهارده الكيلو عامل 170 جنيه. يعني دي ب 170 عند حضرتك هنا كده؟ طيب تمام. بس ما شاء الله حلو قوي. وبعدين انا شايف قوامها تقيل جدا جدا، يعني ينفع تتخفف كمان. في بعض الناس سالتني اشمعنى بنيجي ناخد الطحينه عندك من المحل نشوفها بالله تقيله ونيجي ناخدها خفيفه. الفرق بالنسبه لي الدرجه اللي نازله قدامكم دي اسمها في الطحينه السمسم الصافي في 3 انواع، في ناعمه وفي وسط وفي مخرزه. المخرزه دي مخرزه. في وسط اللي هي بتبقى اخف شويه منها، الناعمه خالص بتبقى اخف خالص منها. الثلاثه سمسم صافي، لكن الفرق بين وش اول وش ثاني وش ثاني. يعني دي بعد ما تخلص هديها وش ثاني، هدورها ثاني على المكنه هتنزل انعم شويه، هتلاقي وش ثاني هتنزل انعم. انا فعلا كنت في مكان ما كده بصور فيه ولقيتهم عاملين يعني زي في درجات بتخش من مكان لمكان لمكان، وما شاء الله يعني حاجه جميله جدا. فعلا هو قصاد شيخ الحلو يا شيخ عمرو. الناس بتقول لك ده قصاد شيخ الحلو، لا بس ادم هو الاساس قبل شيخ الحلو. تمام. يلا ده بقى ايه كمان؟ عسل اسود. دي صفايح 2 كيلو والناس رايحه زياره كده، صفيحه كيلو 800 جرام صافي، هي 2 كيلو قائم بالميزان. صفيحه حلوه يعني. صفيحه ممتازه جدا ربنا يبارك. والعسل اللي جواها انا على فكره النجعاوي بصفه عامه، العسل ديت انا بجيبها من الصعيد مخصوص لان للاسف نجعاوي يبقى نجع حمادي اكيد. نجع حمادي. في درجات كتير في العسل الاسمر ما تشربش خالص، ما تصورش. وانت بقى عندك الدرجه الاساسيه الحلوه. اوعى يا ادم. لا ما اقدرش عشان الناس تزعل مني اولا او يدعوا عليا كده. ايوه انت مش حمل حد يدعي عليه. تعالى بقى فرجنا بقيه الزيت كده. انت في عصر زيت لسه ما شغلتهاش دي لسه لسه شغال عنده كمان ايه المكنه يا جماعه بتاعت عصر الزيت. اللي عايز زيت معين او حاجه معينه بسم الله ما شاء الله. تمام. حاجه محترمه جدا جدا جدا. تبدا بقى تحط هنا الحاجه بتاعتك وتنزل لك من هنا زيت خام. هشغلها دلوقتي حاجه. طيب جميل. هتعصر ايه؟ لا مش هتعصر بقى سمسم تاني، اعصر لي حاجه تاني. مفيش زيت مثلا. الوحيده اللي عندي متوفره دلوقتي عصرت امبارح حبه البركه. طيب خلاص على ما المكنه تسخن تعالى فرج الناس على المجمدات يلا بالمره بقى كده. وضفنا على فكره بالمناسبه الجبنه القريش والقشطه لقائمه منتجات المحل، بس الجبنه القريش بتبقى يوم واحد في الاسبوع. القشطه موجوده عندنا باستمرار بس بتبقى تجميد في ليزر. القشطه دي قد ايه حجمها؟ دي ربع كيلو. دي ربع كيلو عامل 55 جنيه. ربع كيلو قشطه عامل 55. لا نفرج الناس. عينيا طبعا. بصوا المفاجآت دي. ما هو مش قلت لكم هتلاقوا حاجات جديده 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 ما شاء الله اللهم بارك. يعني ده ربع كيلو قشطه عامل 55 جنيه. ده قشطه صافي. ربنا يبارك كده. ربنا يبارك. هي والجبنه القريش اللي ما دقش الجبنه القريش بتاعتنا على فكره هندم كتير جدا ربنا يبارك لان هي ممتازه جدا يعني. لان برده في درجات اقل كده. دي طبعا دي برده من ضمن الحاجات الجديده. دي كفته رز. كفته رز اللحمه اللي فيها بلدي صافي جملي. تمام. الكيلو بتاعها عامل 220 جنيه. ربنا يبارك. يعني انا عايز اقول لكم لان دي عامل بيتي 100%.
لحمه عليه كيلو رز، مش 3 كيلو رز مقابل كيلو لحمه. اسمعوا بقى يا جماعه، الدرجات اللي بنشوفها دي. الحاجه اللي هطلعها لكم دلوقتي هتاخدوها بضمان من الراجل ده، لان اللي جرب منتجاته قال لك حاجته ما شاء الله، ده مش اول مره ولا تاني مره، ما شاء الله عليه، يعني حاجه جميله. موجوده على طول ب 220 جنيه الكيلو بتاعها. جربوها ان شاء الله تعجبكم. والكبده طبعا كده كده الناس عارفه على طول، جربها من عندي على طول، عارف جودتها عامله ازاي. ربنا يبارك. الكبده في انواع فيها، في الامريكي وفي البرازيلي وفي الهندي. ربنا يبارك. دي على حاجه اللي هي الامريكي. دي بكام الكيلو بتاعها الكبده دي؟ الكيلو بتاعها ب 180 جنيه. ب 180 جنيه كيلو 180 الكبده برضو. ده الامريكاني. ده الامريكي ما شاء الله. وايه بقى اللي الناحيه الثانيه؟ انا شايف اكياس 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 كده. بالمناسبه ربنا يبارك، بمناسبه الناحيه الثانيه في عرض جامد النهارده لغايه يوم الجمعه ان شاء الله على البانيه تحديدا. ده لاي حد ولا عشان متابعين حميدو؟ عشان متابعين حميدو. اي حد يجي يقول لي تبع حميدو باذن الله. كيلو البانيه ده والله في الاصل انا ببيعه ب 180 جنيه. عشان خاطر عم حميدو اقسم بالله ب 160 جنيه بس لغايه يوم الجمعه. ب 160 كيلو بانيه مش عجين. بانيه فراخ صافيه واخده تتبيله من بره. جميل. جاهز على القلي وسريع التحضير. مش مفرومه ولا لا لا لا, لا خالص. قطع لحمه. قطع لحمه صافيه. جميل. تمام. بس الاستريبس بقى 170 برضو عشان خاطر عم حميدو 160. الحاجه اللي هقول لكم عليها دي لمده لغايه يوم الجمعه بس، لان والله اسعارها يعني مش عايز اقول لكم بخساره لان مفيش تاجر بيخسر. بس الحاجه دي درجه اولى برضو. ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا يبارك. اللي خدها قال رايه فيها واللي هياخد هيقول لي رايه. عندك ايه؟ بانيه وستريبس وايه تاني؟ بانيه وستريبس واجنحه. الناس تشير الفيديو كده، اللي يعجبه حاجه شيره وفرجوا الناس. ده ايه؟ دي اجنحه؟ دي اجنحه. اجنحه معموله زي نظام كريسبي كده. بالظبط. ما شاء الله. طبعا بس بتحتاج استواء في الزيت شويه، ان هي تستوي في الزيت شويه لان هي بتبقى واخده سوا بس. لا هي قبل ما تتبل واخده حاجه بتاع ربع سوا ولا حاجه، طبعا مش متسويه. فمحتاجه تاخد فتره في الزيت مش زي الاستريبس والبانيه. جميل ما شاء الله. اللهم بارك ما شاء الله. معلش احنا معطلينك صح؟ معلش حقك علينا. انت كده خلاص خلصت العصر هنا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. الحاجه عنده بصوا طحينه تقيله تقيله. في ناس بتحب الحاجه تقيله كده زي دي، وفي ناس تيجي تقول لك بعد اذنك نعمها لي. بالظبط. طيب هتفرجنا على الناعم؟ ده الناعم. يلا فرجنا عن الناعم. يعني انت دي مديها وشين. دي واخده بقى الكشوش. ما شاء الله. رج كده. بصوا سايحه ازاي. يعني في النوع ده وفي النوع التقيل ده اللي هو عايز التقيل وعايز يخف ويبلغني عادي برضه. يقول لي يا ادم انا عايز مثلا الطحينه مثلا 2 كيلو طحينه وسط مخرزه. هي عموما هتبقى صعبه عليا شويه بس برضه ايه ما اقدرش اقول لكم على حاجه لا يعني. لا ما هم متابعيني ما فيش حاجه بتصعب عليهم. خلي بالك يعني ما فيش حاجه بتصعب عليهم. تمام. هتجيبوا الكيلو من في الطحينه، هتاخدوا كيلو طحينه اسمه صافي، هتاخدوا كده في الابواب زي كده. ربنا يبارك. كيلو اما تاخدوا كيلو خايل او تاخدوا كيلو صافي. ما شاء الله. اللهم بارك. عايزين بقى زيت الزيتون اللي الناس كلها مستنياه، لان انا جبت حد زيت زيتون وما شاء الله خلص الكميه كلها. كان جايب اللهم صل على النبي فوق النص طن. تمام. فعايزين بقى انت كده وتقول لهم زيت الزيتون ده مصدره. يركزوا بقى يا جماعه في الكلام اللي بقوله لكم ده، وان شاء الله في جبر خواطر. ده بصوا هنا كده، استنى قبل اي حاجه بصوا كده. ده كده بتاع الاستاذ ادم مش شركه، يعني ده منتجه. الازازه دي بتاعته، الازازه دي ازاز بتاعته. عندك سايب؟ عندي سايب من لو سايب هينزل على كتف شويه. ماشي. ربنا يبارك. الزيت زيتون اللي هو البيكي الممتاز العصفر على البارد اللي قدامكم ده الكيلو بتاعه في الاصل عامل 600. هتيجي تاخد ربع ده مني 160 جنيه. لا انا عايز الزيت الزيتون افرجه للناس بحيث ان الازازه يعني تفتح لنا كده وتفرجنا. عينيا طبعا. ولو في عندك سايب فرج الناس معلش. لا عينيا طبعا. اصل انا متعود على الشفافيه مع الناس. اكيد. بحيث ان انا افرج الناس واقول لهم هات كده كوبايه، هات ازازه، هات حاجه فاضيه. بصوا بقى كده، بصوا صلوا على رسول الله. ده زيت الزيتون اللي من عند ادم. منين ده يا شيخنا؟ اتفضل. ده مرسى مطروح، وان شاء الله باذن الله كمان بالمناسبه لما نحتاجش حاجه زي كده كمان 10 ايام ان شاء الله كمان في كميه تعصر كمان ان شاء الله في العريش. كميه كويسه جدا. ربنا يبارك. حاجه عاليه. اللهم صل على النبي. العريش اكتشفت ان الكلام بتاع العريش اجود شويتين ثلاثه من بتاع مطروح. ده قول لي بقى مواصفاته ايه، عشان في ناس بتحب تسال وتتفحص وتتمحص. ده بفضل الله زيت زيتون بكر ممتاز، عصر اول على البارد، نسبه الحموضه اللي فيه اقل من 1%. معلش تاني كده. في قول لي تاني المواصفات بتاعته. ده زيت زيتون بكر ممتاز. عصر اول على البارد، نسبه الحموضه اللي فيه اقل من 1%. ما شاء الله. في اقل من كتير، اعلى من كده بكتير. كنسبه حموضه بتلاقي ما في مراره عاليه، بتلاقي في لسعه في الزور اعلى. ده اللي هو نسبه حموضته عاليه شويه. بس هما دايما بيقعدوا يقول لك اكشف عليه بالاضاءه. يعني انت حطه. ايوه فرجني كده بعد اذنك على الاضاءه كده عشان نفرج الناس. الناس مش يعني منه. انا مش بقول لك بص عليه، حطه قصاد الكشاف قصاد الكاميرا. هات بقى قصاد الكاميرا كده هنا. ايوه اللهم بارك. انزل. ايوه انزل. يطلع تاني. هو ده الاختبار يا جماعه
اللي ممكن انا افرجكم عليه. ده غير بقى اللي عايز يفرج او عايز يشوف اللي عنده ايه، هو بقى بيعمل له التيست بقى المطلوب. انتوا تصلوا على النبي، الراجل ده بيعمل عظمه. راح جاب لكم شويه زيت زيتون، بس بقى انا مش هقول على سعره، هيبقى مفاجاه، وان شاء الله اللي هيجي ياخده من عنده هيبقى فيه جبر خواطر جميل جميل جميل. ده اللي هو زيت الزيتون عصر على البارد، درجة الايه الحموضة اقل من 1%. ببقى مستريح وانا ببيعه، عمال اكون جايبه من تاجر. انا الناس اللي معايا في جروب الواتس صورت لهم فيديوهات من هناك وكده. بيبقى مريح جدا ان انا اجيب زيت زيتون من تاجر. ما اعرفش هو ضاف عليه ايه، ضاف عليه زيت صويا، لان انا شفت مره هناك في مطروح يعني كوارث. ان ممكن مثلا تلاقي واحد بيبيع زيت زيتون يقول لك زيت زيتون اصلي الكيلو بتاعه عامل 400 جنيه، واحد بيقول لك كيلو زيت زيتون اصلي الكيلو بتاعه عامل 100 جنيه. امسك كده بعد اذنك. بصوا كده يا جماعه، هفرجكم على حاجه، دي ازاز. هفرجكم بقى كمان على الازاز اللي هو جايبها. لا مش دي، انا عايز افرجكم على الازاز عشان الناس بتقعد تقول لك ده بلاستيك. بصوا والله جايب الازاز دي تكلفتها عليك بكام بامانه؟ الواحده واقف عليها ب 14 جنيه بالغطا بالشريك ب 15. اللي هي دي. ما عشان كده بقول لك اللي هياخد سايب هتفرق معاه فرق يعني ايه، على الاقل حساب الازاز. جميل يعني انا ممكن اقول للناس كده واشجعهم، اللي عايز يجي ياخد من غير ازاز يجي ياخد حاجته، يجيب حاجته معاه. هات حاجتك وتعالى خد الايه الزيت الزيتون، وهو عامل حسابه ان ما ينفعش يحطه في بلاستيك نهائي، عشان موضوع الاضاءه وكده، انه بيقول لك لما يتعرض للضوء بيفقد القيمه الغذائيه بتاعته. اكيد. بس يلا تقول للناس كده السلام عليكم. وفي عندك حاجه تانية عايز تفرجها لنا؟ الباقي بقى في الفيديوهات. المفتقه انا فرجت الناس على المفتقه، بس برضه ممكن تديهم فكره كده سريعه. افتح كده وفرج. في الشتاء طبعا لازم المفتقه والايه وزبده الفول السوداني، لازم نتخن اكتر ما احنا تخنانين. ربنا يبارك. الله يسامحك يا ادم، الله يسامحك. اهي دي ربنا يبارك. ده انا ببعد عن الحاجات دي يا ابني. انا هقول لك حاجه دلوقتي بص. فرج الناس. ايوه كده، سيبها كده ترفعها. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. دي كلها مكسرات. يا دي بيتي ربنا يبارك. بالمناسبه دي سمسم وزداني مضاف عليها حاجات جديده طبعا. اللي محتاج بالمكسرات اللي هي بندق كاج وعين جمل لوز بيكلمني بعملها له. لكن دي فول سوداني وسمسم طبعا. ما شاء الله اللهم بارك. لا انا مش هرفع، مش هقدر، لا مش هقدر. انت هتموتني كده بالسكريات، لا مش هقدر. تمام والله. اللهم صل على النبي كده، وربنا يجعل كده في ايدك الخير والبركه دايما. في ايه تاني عايز تتفرج عليه؟ الجبن الاسطنبولي الناس خلاص عرفتها عندي ربنا يبارك. الجبن الاسطنبولي قول المنتجات بسرعه بقى عشان الناس زهقت مننا. حقكم علينا والله، حقكم علينا. انا موقف الزبائن بره. الزبائن واقفه اهي. السلام عليكم، السلام عليكم يا كابتن يا صغير، السلام عليكم. فطبعا انا موقف الزباين، فيلا قول بقى كده بسرعه عندك ايه تاني عشان نقفل اللايف. كفايه كده بفضل الله. عسل نحل، طحينه، زيت زيتون. لا علي صوتك يا ريس. مش وصلت حلاوه خانيه، عسل نحل، زيت زيتون، عسل بالمكسرات. جميع منتجات الملاحه بصفه عامه بفضل الله هتلاقي عندنا، زي حبوب اللقاح، طرح نخيل، ليمون، قمح، جنسنج، بروبليس، غذاء ملكات. كل ده بفضل الله متوفر، اللي هي حاجه تخص الملاحه دي كلها عندنا. ده اللي هو الحاجات العصر. لا الحبوب اللقاح. تمام. بنضيف على العسل بيتعمل لنا مسات اشرح كده. منشط وكده. كل دي ان شاء الله اي حاجه من الملاحه تلاقيها عندنا، زائد الطحينه والحلاوه الطحينيه والزيت الحار. منتجات السيرك برضه كلها هتلاقيها، ما عدا زيت السايب والقولين والحاجات والزيوت ديت بخاف ان انا اشتغل فيها شويه. عشان انت عارف اللي بيحصل فيها. بس زيت زيتون بقى ربنا يبارك. اي منتج طبيعي. الجبن عندك ايه قلنا؟ الجبن عندي الاسطنبولي وعندي القديمه. احنا شفنا بره القشطه. تمام. هنفرجكم الحاجات دي برضه في فيديوهات تانية يا جماعه ان شاء الله. ويلا قول كده رقمك تاني للناس، وقول مواعيدك عشان الناس لما تحب تجيلك، ومكانك فين تاني لاخر مره، وعشان نقول لكم سلام عليكم. العنوان القاهره مدينه السلام، ميدان اسكندريه، قدام الليمبي على طول، قصاد الليمبي مباشره، وفرع اورنج. انا الناحيه الثانيه. مواعيد فتح المحل يومين من الساعه 2 الظهر لغايه الساعه 12 بالليل. ما شاء الله. بتاخر شويه بالفتح يعني، اعذروني عشان بس موضوع الكليه وكده. بالمناسبه ادم طالب يا جماعه، ادم طالب جامعي بجامعه الازهر، ربنا يبارك يعني، وشغال وبيواظب. اللي ما شافش الفيديوهات القديمه يبدا يعرف ان الراجل ده بيعتمد على نفسه 200%. تمام. قول يلا رقم التليفون. الرقم 011 52 96 40 34. تمام. ده رقم المحل، واي خاص برضه بالواتس، واي حاجه ان شاء الله تبعتوا عليه هرد عليكم ان شاء الله. الفيديوهات بتاعتنا فرقت معاك؟ ربنا ما يفرقش حاجه طبعا. بطل كده. لا والله بجد، والله بجد بيرضي الله. عرفت ناس كتير محترمه جدا من حدائق الوجه ومن العبور تحديدا، ومن اماكن كتيره خايف انسى اسم المكان، لكن والله ربنا يبارك حاجه عاليه جدا، ربنا يبارك. وناس يعني بشكر بفضل الله استاذ حميد على ما تقولش بقى الكلام ده. لا والله يا ابني.
على نقطه زي كده. انا كنت اقول لكم على نقطه برضه دي انا قلتها قبل اللايف. اقسم بالله انا كنت يوميا كنت بقول انا هقفل المحل، قعدت بتاع 4 شهور انا هقفل المحل، انا بكره هقفل المحل. الايجار غالي جدا فوق تخيلوا برضه، مع انتوا عارفين غلاء الاسعار الشاسع دوت. فالايجار غالي جدا عليا، زائد الميه الكهرباء، تلاقي واحد دخل 7000 جنيه 8000 جنيه ايجار، زائد طبعا الواحد متاح ان يوميا عايز يجيب مثلا 300 جنيه مكسب اصلا 400 جنيه مكسب. فالواحد كان بيفكر في المحل كل يوم، ولكن بفضل الله اتعرفت على شخص محترم جدا اللي هو حميد دوت، ربنا يبارك فيه يا رب ويسعده، واتنقلت نقله ثانيه خالص يعني. ايه ده، هو عمال يشكر في مين؟ انت بتشكر في مين يا عم ده؟ لا 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 لا، انا ماليش دعوه بالقصه دي، لا لا ماليش دعوه. الراجل ده شاب محترم مجتهد، عشان كده ربنا بيسخر له الناس، عشان كده والله انا بحبه في الله من غير اي حاجه، وربنا يعلم. مش موضوع ماده ولا فلوس ولا شهره ولا حاجه، موضوع ان الواحد بيقف مع اخوه وربنا بيكرمه ان شاء الله. وانا متفائل ليك خير، وان شاء الله بكره تقول حميدو قال ان المحل ده هيبقى فرع واثنين وثلاثه، وربنا يكرمك ان شاء الله. وابلغكم ان شاء الله في وقت اللي بيحب ادم يتابعه ويتابع صفحته ويشير الفيديو او يشير اللايف عشان ادم ربنا يكرمه ويسترزق ويستفيد. ودعواتكم والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم، يلا قولوا السلام عليكم. عليكم السلام عليكم.